الشعب تغيير مدير الناحية. الشعب تغيير مدير الناحية. هكذا أعتلت الأصوات وباحت بما أخفته الصدور لأول قناة فضائية وصلت المنطقة لتحمل رسالتهم إلى العالم. فالمواطن هنا يفتقر إلى أبسط الحقوق من مقومات الحياة. أول شيء نرحب بقناة الساحات كأول قناة في هذه المنطقة تنزل عندنا، يعني منذ عدة سنوات ما عندنا ولا قناة. أول قناة الساحات، الكهرباء، الطرقات، كل شيء عندنا ما فيش، تغطية الشبكة ما فيش، الطرقات عندنا نتنقل جبال أكثر من ساعتين لما نصل الزفلت، ما عندنا ما فيش، نحتاج بالحمير وبالدواب فمنهم من مات بسبب إسعافه إلى منطقة آخر وبعيدة وتأخرت إسعافه وانتهى، كانت ولادة أو كانت غيرها. هكذا إذن هو حال المستشفى، لا فرق بينه وبين المستشفيات الأهلية ذات الطابع التجاري والربح السريع. بالأمانة إن المستشفى كانت الفحوصات تطلع لك إلى 3000 ريال، وهو يا أخي الصح هذا مستشفى حكومي، المواطن مضطر يا أخي يفتحه بالرسوم الرسمية الصح، لا تظلمش المواطن هذا المسكين الذي لم يستطيع يوصل صوته إلى الدولة. وجاي معي طفل وناشي عالجوه أدت بي أسحق بحث الدم 6000 ريال، وأجت ثانيا قالوا اسحب دم الشدم أندت حق الدم قالوا كان قلنا 17، أجت راجعوا قال اشتمني 20، ورجعوا أندونا ورقا قالوا النقطة الرابعة ورقموا بينه حق الطفل داخل المستصف. هذا الطريق استلم القائمون عليه ثمن الرأس، لكن غياب الرقابة والمتابعة وخروج المجلس المحلي في المديرية عن نطاق التغطية زادت من معاناة المواطن، وجعلت حياته تسير بصعوبة بالغة ومخاطر محدقة كسير هذه السيارة على هذا الطريق. مسؤولين حق المديرية يجب أن ينجزوا ويعملوا، وخاصة المجلس المحلي، فلهذا المسؤولين حقنا لن ينجزوا لهذه المديرية وللأسف. ولا في مشروع والله اتفقوا على مع المقاول يعني هندي نسبة واستلموه وشالوا وقالوا المقاول اكتمله. هذا الذي عرفناه من عدة مشاريع. يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في كل عام، إلا هنا نجدها تعاني من جلب الماء بطريقة شاقة ومتعبة على مدار العام. تسلطوا على هذا المشروع وتم إحراق المولد الذي كان في البير ليلا. في تابعا للجهات الرسمية في المحافظة فوجهوا مياه الريف لتزويد المنطقة بمولد آخر. تم إنزال مهندسين ووضع الدراسة اللازمة في للاحتياجات المشروع لمولد جديد، وتم إنزال اعتماد المشروع وإنزال مناقصة جديدة لمولد كهربائي بدل المولد الذي تم إحراقه. طبعا نزلت المناقصة وإلى حد الآن لم يتم توريد المولد من قبل مياه الريف محافظة إبل. لم يكن الأطفال أحسن حال من غيرهم، فهذا واقعهم المؤلم في ظل غياب دور المجلس المحلي بالمديرية وضعف الرقابة والمتابعة وإهمال السلطة المحلية. عبد الفتاح المنتصر، قناة الساحات.